مصر إلى نصف النهائي. حسام حسن عطى ساحل العاج الاستحواذ وأخذ بطاقة التأهل وأخرج بطل البطولة. لكن أنا أكثر شيء عجبني اليوم هو استغلال مصر للفرص. يعني سددت 4 تسديدات على المرمى وسجلت 3 منها، وهذا المطلوب منك بالإقصائيات، إنك تستغل كل فرصة تجيك. ومباراة متكاملة الرامي ربيعة سجل فيها وطلع ببري أسيست وأنقذ مصر من هدف كان ممكن يغير أشياء كثيرة لو تسجل. وحتى مروان عطية للأمانة ما قصر بعد. وإيه اللي عملته النهاردة يا إمام يا عاشور؟ كسر خط وسط ساحل العاج وصنع الهدف الأول، وكان جزء رئيسي من الهدف الثالث بالانطلاقة والأسيست الخيالي. وكانت لها أدوار دفاعية عظيمة استرد من خلالها 7 كور وقايم دوره بالضغط على أكمل وجه. وصراحة جودة إمام عظيمة بالراحة يقدر يلعب فيها بأوروبا. والهدف الثالث في عمل مشترك عظيم، رامي ربيعة ببري أسيست العظيم، ومرموش بسحب مدافعين معه، وإمام عاشور بالهروب من الرقابة والأسيست التاريخي. بخارج القدم وصلاح لا جديد، ويحسب لصلاح انه مقدم بطولة عظيمة ومحضر نفسه ذهنيا للبطولة بشكل عظيم رغم مشاكله مع النادي قبل البطولة. وحنا مدحنا اللي يستحق المدح، لكن لازم نناقش بعض الأخطاء. يعني يا حمدي فتحي يا حبيبي اشرح لي كيف فكرت تكنتر الكورة بخط الستة؟ مش ممكن يا حمدي والله. والشناوي برضو عدم خروجه بالهدفين أحرج مصر وصعب عليها فوز سهل، وشيء غريب صراحة، حارس خبرة ونقطة ضعف العرضيات. وعلى الورق مصر غير مرشحة، مع ذلك وصلت النهائي 2021 واليوم هي بنصف النهائي. شخصية عظيمة يملكها هالقميص بالبطولة الأفريقية، وما هو تشكيكا بفوز مصر، بالعكس تستحق. لكن اللي تابعني زين بيذكر اني استبعدت تحقيق ساحل العاج للبطولة لأنها ما تملك لا حارس ولا مهاجم. يعني هدف رامي ربيعة ما يدخل بحارس محترم. وسيطرة ساحل العاج كانت سلبية لأن ما عندها مهاجم يترجم الاستحواذ لأهداف.